السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفت مثال اللي هنقول لكم النهارده إن في فعلا في حاجة اسمها ألمنيوم نضيفة وفي ألمنيوم جودة رديئة. دي ألمنيوم هي مملحة زي ما انتم شايفين، تمام. الأملاح اهي سرحت فيها لأنها جودة رديئة جدا زي ما انتم شايفين اهي، متاكلة اهي، تمام. ويجي يقول لك العميل بص، وكمان بقى بص كمان، واللون يبتدي يقشر ويقع كده زي ما انتم شايفين اهو، تمام. واقع منه اهو، تمام. يبتدي ينطر كده زي ما انتم شايفين. طبعا ده الفرق ما بين الجوده النظيفه والجوده الرديئه جدا. طيب هتقول لي اعرف منين موضوع الالومنيوم النظيفه من الالومنيوم الرديئه؟ دي بترجع للفني. الفني هو اللي بيجيب شركات معينه سهم معين، الومنيوم معين بيشتغل فيها، تمام. والالومنيوم الغاليه بتبقى جودتها عاليه. مش هنقول بنسبه 100% بس المفروض يعني، لان هو واخد حقه، العميل بيبقى دفع حقه، دفع فلوس محترمه. طبعا الفني طبعا المفروض يجيب جوده كويسه ونضيفه. فلذلك بنقول بلاش نجري ورا الايه، ورا السعر الرخيص. لذلك بصوا اهي المشاكل اهو بتقابل زي ما انتم شايفين، تمام. الالومنيوم اهي بص عملت ايه. الالومنيوم ابتدت تتاكل لوحدها، تمام. وان شاء الله يبرضك وانتظر منا الفيديو اهو، في فيديو تاني برضك عن الالومنيوم بالجوده الكويسه المحترمه، تمام. في الومنيوم جودته بقى محترمه، حاجه زي كده، حاجه نضيفه اهي باللمعان والنظافه دي، تمام. طبعا ان شاء الله هننزل لكم فيديو عن الالومنيوم النضيف تاني. بالتالي بننصح الناس بلاش تعملوا شغل اللي هو رخيص، بلاش تجوا ورا السعر وخلاص. لذلك بننصحكم. شكرا.